مشينا بيخن خزيان المخبة خلقت ختا من خرزة شاوعة منو هضرة اديوم هدير خلخا جو قنطر المردود صنايا آصرايا الخازوياخا بويا آيا المناخا أونت إيلي باصويا وملشنانا بنيامن حداد بوشنا عمان تخازخ الخبيشاتي. مقيم له قنطرن مردو صنايا آطورايا الزوياخة دبويا أتيا دوعة وباصويا مناخة بنيامن حداد بتخارا قامايت شوناي أختميموتا وإيقارة المات مقروة إلي من باروياثا رنياية وصبراية وليشناية وشركة وهر هذا خويلة زوياخة بقليت دكتاوي شربة وتخاري اتبشلة طويعة بيت قنطرن مردو صنايا آطورايا وآها إيوا على الآوانة حمورابي وبه طرطت منيانا من مشتقلانة ومرضنة من شوبانة فريشة شورايا باقف ميقرا لورنس نادر هدامد صيتا دبرنتا جو قنطرون مرضتناي آثورايا ديو ولا نخمم لابداها برست كنشان خبيوة رمشة بريخة تلامت خرطة شمانة كله بشانة ثلاخو تايتو بس مرابطكم قبليتو لقريثان مشوتو بليخو منن وهر هذا تاي بس مرابا بيثوثت مناخة برابي بنيامن حداد أفاي مشوتو بلي منن جو زياخة تخارقد ما مشانة تدية دوسوثا أخ قنطرون واليتي لا القنطر مردوتنا ترايا مياقر أي أو برسوبا أو داوخ غاندية أو حلقة مردوتة أمتا اختيريتو كلا يدخ ملبانا أو ماسخ مرخ العلامة بنيامن حداد يوم من دن برسوبة دوي خيل بشندية من زور ذي مشوري لكثاوة جيغل بريشي جو مردوتة أمتان أنا أخذ بلي خيل جو سبروتا جو ليشانا جو تشعيتا جو يرتوتت أمتان دوسوثا قرابة من عصبياثا ويري لأكنايث دي أختي مشوريا ليلة يعني ما صخم رخور خديلوها مشويثا بوردقة مشاري وأيضا مشوريا أكيد بيلال جوخك مع عصبياثا أكناث ولا سباي قاطوسا مشانيث دي من بغداد الدشة ننوي يعني من دشة ننوي ساقل اللخة أيضا تيلوارق وخا عمرة وغورا أيضا تيلوارق وخك مع عصبياثا رابا غورا أيضا ديال بياشا مريا إنا هم قنيا لين رابوي اللي قنيا يوا أخا خورة أخا سلاح قدو برسوبا وأنا أثق شقلخ توسا إذا خبر صوبا هم شهاوي أمينايف الخا بالخانة أودلي قربت ماسا خمرخ بش من خمشي كثاوي أو برسوبا كثاوي لأن أنا ناثق شقلة خبر صوبا كاثولو خمشي كثاوي حقيقة خاين جاس رابا قوري شوق من كثاوي تيلي كثاوي اللي كثاوي لمقالات بوصاية بحوث ودراسات بريش جوجل بريش أخ متخرنجو يرتوتا جو تشعيتا جو ليشانا جوجل بريش من مردوتة أمتان أنا أثق شغلة ما تخرج حكمة من دين كثاوي دي دوسوس ليه ما صخم رخ أو كثاوي بس بايل من دوخينا يعني بس ما تخرج حكمة كثاوي دن برسوبة كثير ليه مثلا كثاوي موسوعة ديارات التي 8 أجزاء أنا بقاني بقر من ديرابك ما داني لشقلتك منو خدت بريق الأول كثاوة بل تخزيتو لي ما صخم رخ الكنز حقيقة إن لا خينا لي ذاكرة ميري من تمان اشتسر هل تمان سرشنة شقلت لدانا من دي هل دي البريق الأول كثاوة شوق من دو كثاوة خينة مثلا من مجموعة من معاجم كثيرة سفر القوش الثقافي تاريخ بطاركة البيت الأبوي حوليات ويعني ليه ما صح كل كثاوة دي ما تخرخ لينا حقيقة ليل شوية خمدت ليلة كثيوة قا أمتن يعني دوسوثا إيوا خا توثيق رابا سنيقة خلدية أو إيوا كثاوة خرايط تيل بريسا أو قصة دو كثاوة إيوا قمت مشاني من خيط الهدية أو كثاوة مشورة قم يقرأ زيها على أساس قد بلخيو قد برسيو عليه إن آية واوا مشونه على من دي الدنيا بارت بيش لم قبيثة سيعتديا زي قم باثق الموضوع من يمري زي أو موضوع شغل هاد أثيا
تخارج خشية التيل مشانوية قد أوضخ حفل تابيني وهم بي فرصة برسخ لك ثاودية وشق من خك ثاوة خينا بريسيلة بشمت منحن بالرغم من ده انتقادات إلى إثية الذية بس هم إيوه مصر قد أوكثاوة بارسوال منحن من إيوه أخني كلا دوسوثة كلها أوكثاوة مغزوية الشرارة بتأخني من إيوه بنون ديني أمتيوه لي بين رابا مرخنا لأخو وتايتو بسيم رابا وخجاي خنا مشينا ثلاثو بسيمة رابا ميقرا لورنس بدها مملد مقرولخ بشمت قنطرون مرضو ثنايا أثورايا فقد ميقرا فريد يعقو خلب ناطر رازا جاونا يتزوى ديمقراطية أثورايا مقرولا خامم لبداها برست رمشوف طاوة أرخم يقرأ كل شما وشماهل دكتور عامر الجميلي أهلا وسهلا هلبت كمدنا آمر وكاس الخبرانة رابي ناخذ بنيامين حداد إلى باصورة الدو شويلة ودو بالخانة يندي ما زلت تخيوثة من في الخنانة أنا من جلدي إذا رابي مرحوم من يومان بغداد يعني بزود لأني 13 النخراية بشبه ولا برسد خشب الخوان مخذاذة قم طبع خوالخا قربة صرك ثوانة اللي بشوال أول ثاوة خرايا يعني لم سلام قد لأنه لخت أمري إجبون مريا بشيء ومن كل من دي رابي بنيامين على ما نخلة شوق من ديو خناشة مشمها كثاوة اتوال رنيا يعني اتوخا شو ماها رابا يعني امرخ بريشة قاودي خبرناشا رابا مكيخة يقابل وقت همزموا من كل برناشة آزي وكسلة يولوا مرتيانويات نصائح يمهير وقت كل خائد اتوال خبة قد كاثو قد لايب قد قارئ يعني ايوه خناشا امرأ قناشو ثدية ببرشونية بامتيازي او تعامل من ناشية قامولي مسبيوا اويو البانا دية يعني ملث الداو شقلاوة شوبا بزولة بوكنشيا خارق قمايا شونايد ملبانا وكاثوة بنيامين حداد قوات خيوما قم خذا شيتا فريش لمنن أخبغرة إلا روخه إلى بخايا بيلن قو كل ملثة وتتغامى يتبشلن قيرة قو رخشن وتخارت زونا برنيا وقنيا دمناخة بنيامين كل قمية ذيلة قش منه وشقله ويلبله من رنية وملبانوياثه قول الشانن وتشعيتا ومتنايوثا تخارج بنيامين باطل شيته من شنايه ليلة بالخذ أخ شملايا ليل أخشي خوفاء إلا إيلة موديثة بميزلته تقورا قش منه خيوثه تشمشته زبوثه وللشانه وتشعيته ومردوثه ويرتوثه بنيامين إيوخا من أني يصيبه دلاش وقل للشانن دهاوي بلخث يرتوث شليثة إلا قم عاود له كيانا خيا أمينايا وقورا يعني قم عاود له مقروس له وكيهمنوا للشانة إلى أثرى وإلى هايش الشلتة أسرى يوباله بشرشي وأقري عموقة وعميقة قولبت أثرى وبأخذاله بلخذ ناخذ بنيامين على البراسة رنيا أمتنايا وتشعي تنايا أب يرتوثا وللشانة لبناية هيايوثا أشريث عميقتا وسييتا قورخشا ولبواثا ديوبالي ديلنائيث آني أثيانة دوالي دعري الآها قزة وشقلي منه دراشة ودوراشة وسوكالي ومستكلانوياثي قورسختت هيايوثا ورنيت أمتن البنيانة وبأرخة البنيانة بأرخة هونة ويربان في الأخر مناخة على بناية ملثة بأرخة سيامه سقيئهم أدشة من درشياثة لكسيقونة وبقصاية وشركة ملوءة دبعي لبانيلون وشاورلون قاتن أخرنيم قويانا أرخة ورنية بنيامن إيوكوتاشة أمتناية بملثة درقل نشيانا درقل براشا ودرقل بوراشا جو مردوياثة دشوابة درقل زيبانوثة تحريف تشعيتا إلا وقالت خويادا
أخ أمثى شريثة مقتة دأقرة وتشعيتا الهونة إيوة وبتبايش قال درابي بنيامن شاريرة ورسيخة وكلياثة ستيثة بهوياثة عتيرة مطلز بوثة أمتنيثة بكل أدشة باثرشاتا وشنة من برشتا بغرنائيث درابي بنيامن إلا بيشة ملثة زريعالة هاي تونتا موعية قوهونة كل من تباعي ماشق ينطاوي باثر ملثة ودمنطة قانة وهونة إشرار وفرقانة شلام ضروخخ زكيتا ومقويانوثا القانخ وهيمانا التممخ الملثة هاي شاررتا قنزرت لا قو خقلة مردوثة قو خقلة أمتنايا قاونايث بالسيمار أدوية بتقرية نقاطوخن غدا مشوختا كتوتلا بيد ماخورة بولس شليطة إلى خدشمة فاجعة الرحيل أين دم الخمالة بقدمتا يوم تشوصر ميرخرة غزيرا تري ألبي وإسري وأربع بشوناية رابي بنيامين حداد هل بتمشوختا إلى بلشانا أربايا هذا الصباح تجمعت الغيوم السوداء فوق سماء نهضرة رفرفت أجنحة الملائكة موسيقى حزينة لكي تعلن لكم وللعالم انتقال الأديب بنيامين حداد إلى الأخدار السماوية وهطلت من السماء دموع الأمطار لتعلن لكل المثقفين العراقيين بأن جسده رحل بعيداً ولكن مؤلفاته أصبحت نجوم في سماء الثقافة الآشورية السريانية لكي يتصفحها الأحفاد لتكون غذاء ثقافي للأجيال وصدى يصدح كبروق آشور لا لن نبكيك بدموع الشموع وإنما ننثر فوق ثراك آلاف الزهور لكي تشع كالنجوم إلى مرقدك المقدس الذي يصبح مزاراً سنوياً لكل الباحثين عن العلم والمعرفة في كل زمان وعصور. هنا يرقد الباحث أبو الثقافة انهلوا منه ما تريدون من درر الشعر أو بحوث في اللغة انشروا مؤلفاته في ذكرى رحيله في كل العقول لتشع أنواره في كل مكان لذكرى رحيله الأبدي لن نقول الوداع الأخير لكن غدا أو بعد غد سوف نلتقي معا في حديقة النجوم بين أحضان السماء. الآن كلمة بالمناسبة يلقيها الدكتور عامر الجميلي أستاذ كلية الآثار جامعة الموصل فليتفضل. السيد مدير المركز الثقافي الآشوري المحترم، السيدات الفضليات والسادة أعضاء الهيئة الإدارية للمركز الثقافي الآشوري المحترمون، السادة الحضور الكرام كل باسمه ولقبه ووسمه، السيدات يعني عائلة الفقيد والمرحوم أستاذنا الراحل بنيامين حداد، الحضور الكرام طبتم وسعدتم مساء. تمر علينا اليوم الذكرى السنوية لرحيل أستاذنا الباحث بنيامين حداد. هذه الذكرى الأليمة تحفزنا على استذكار مآثره وتوجيهاته، وتبقى كلماته ونور علمه يضيء دروبنا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجعل حصيلته المعرفية والفكرية ومؤلفاته ومصنفاته وعلمه الذي تركه ونشره في ميزان حسناته، ومن صالح دعاء أبنائه وبناته البررة الذي لا ينقطع. الحق نادى فاستجبت ولم تزل بالحق تحفل عند كل نداء. خلفت في الدنيا بيانا خالدا وتركت أجيالا من الأبناء.
وغدا سيذكرك الزمان ولم يزل للدهر إنصاف وحسن جزاء. لقد فارق أستاذنا الألمعي الدنيا بعد فترة طويلة من العطاء، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من العلم والخلق الرفيع. إن العطاء في الحياة سر من أسرار الخلود، سر عرفناه في أستاذنا المرحوم، وهو نمط لحياته، فمهما حاول الموت أن يبعده عنا فهو لن يمحو ذكرى من أعطى كل هذا العطاء. أستاذنا الفاضل، يعز علينا فراقك في وقت نحتاج فيه إلى أمثالك من الباحثين الرصينين الصادقين، ومهما كتبنا من كلمات رثاء وسطرنا من حروف حزينة باكية لن نوفيك حقك لما قدمته من عطاء ووقت وجهد وتفان في سبيل تطور العلم والدراسات اللغوية وحقول المجالات التراثية. أستاذي المخلص، لقد كنت أنا واحدا من بين المئات من الطلاب الذين تتلمذوا على يديك، فتعلمت منك الدقة وتحري التأصيل والتأثيل في ملاحقة اللفظة الواحدة والمشترك من اللغات السامية، واستفدت من ملاحظاتك القيمة. ومما أتذكره من وصاياه لي كان يقول لي: لا تقل اقترضت اللغة العربية من شقيقتها السريانية كذا لفظة، فلا يكون بين اللغات الشقيقات الساميات اقتراض واستعارة، إنما أخذ، إنما يحصل ذلك مع اللغات المختلفة في الأرومة والأصل كاليونانية والفارسية وغيرها. وكان يشيد بثراء وعاء لغاتنا السامية، وكان يرى أن الآباء واللغويين السريان الأوائل قصروا وأهملوا تدوين كثير من المفردات اللغوية كأسماء النباتات وغيرها من ألفاظ عناصر البيئة والطبيعة، وكان جل انصرافهم لتدوين الأمور المتعلقة باللاهوت وغيره، ففاتنا خير كثير من تلك الألفاظ التي تنوسيت عبر الزمن، على خلاف اللغويين العرب الذين لم يهملوا تسجيل وتوثيق كل صغيرة وكبيرة من ألفاظ وتراث بيئتهم، فكتب لها الخلود. مع ذلك كان وصلنا الكثير، المئات يعني من وآلاف المخطوطات السريانية، لكن للأسف لم يحقق إلا القليل. أستاذنا الخالد، عرفناك أستاذا هادئا ومتواضعا وقنوعا وملتزما بإنسانيتك وواجباتك، حملت الأمانة بإخلاص، وأعطيت للأدب وفقه اللغة المقارن وتحقيق المخطوطات والوطن جهدك وخبرتك وتجربتك وحبك للجميع. تمتعت أستاذنا بخصال ومزايا حميدة كحسن الخلق وطيبة المعشر وسماحة القلب والتفاني في طلب العلم، وكل ذلك زادك احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب محبيك وطلابك وكل من عرفك والتقى بك. إنك بحق يا أستاذنا الجليل تعد رسول علم وهامة من هامات العطاء والتضحية، فنعم الأستاذ أنت. لقد كنت قدوة ونموذجا حازما في الأمور التي يتطلب الحزم ولا مهادنة على حساب العلم، وكنت مثلا يحتذى به في الخير، وأعطيت كل ما لديك في سبيل تطور وتقدم وبناء الوطن. ولئن لقب مار أفرام بقيثارة الروح القدس، حق لك أن تمنح لقب مكنز اللغة السريانية وجهبذها. لقد غيبك الموت جسدا، لكنك ستبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد الحياة في هذه البسيطة، ولن ننساك، وستظل بأعمالك ومآثرك وسيرتك نبراسا وقدوة لنا. ثم أستاذنا الفاضل، نم أستاذنا الفاضل مرتاح البال والضمير، فقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه، والعلماء الصادقون أمثالك لا يموتون. وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: آثاره بعد الموات حياته، إن الخلود الحق بالآثار. وكما قال الشاعر أبو تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لقليل أو لبخيل.
فطوبى لك يا عاشقا لبلدك ووطنك، وطوبى لك يا عاشقا للغتك وتراثك، وطوبى لك يا عاشقا لتعدد تخصصاتك وفنون معارفك، وطوبى لك لوفاء طلبتك ومحبيك. لقد كنت عظيما في حياتك وأنت اليوم عظيما بعد مماتك. ولله در القائل: الناس تفنى وفي الدنيا شمائلها، تحيا مع الحي لا تفنى مع الحقب. إلى رحمة الله بالآلام نذكرها، سر يا عزيزا أبكى فقده الكتب. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى وفسيح جناته وألحقنا به في مستقر رحمته، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ. شكرا جزيلا دكتور. زمارا مخبى وضاح القشايا مخوبلة مقرو وخكمة خبرانة بيداها برسد باق. شلون الأخ تاخد ميري كله ربي بنيامن إيوا خورت ورابا وخورت أوزولا خشونو أنا إنوا خورح أوزولا كله يعني جو عمره بيت أنخن كله بيشرب عندينا من القش وعندينا من داخل وعندي أثير بغداد أو من ودر ومبراي مقام كنت بريلا تخلون تأربي فغدوانا خزويا حقو القش وأخونا أنا ونوام قدمانت وزوياحة فهرب عدان ثوالي حكمة من ديانة الرابي بنيامن بد ما قد كثوخ خشون ما قد هاو برناشا مهيرة وكشيرة جو كثاوة لب منطق رخشة بيت رخشة ليتناشا هنختار بالعربي واصف له لأنه رخشة إلى روحه فلب خناشة آمر روحه داخلة من هذا كثوة لكم من ديانة دخلونا خكم من ديانة رابي لورنس كثوان الدويرة ويثي رابي بنيامين على محاسيلة يوى كبيرة من يوى بثبيتا كنز الأفعال روض الكلم أطلس جسم الإنسان من نحن دراسات لغوية مقارنة دراسات تأصيلية وخنة كبيرة وخرايا يوى سير ومذكرات دخدين زي القرن خا من دي دكتولي خاب سورث وخاب لشانة عربايا بد دخميري شو من تناياثا من ملة إيبة منطق خا برأتا المندي دودلا رابي بنيامين كثاوة مهيرة اديو يوم قنية بشل طويلة من يستطيع نسيان ما قاله أو ما كتب فهل يستطيع القلم أن يمحو شيئا مما كتب سايوم ريشايا كثوياثح سهدوثه قورا طنانا الأثرح أمثه كاتب شاعر رسام وهذه بعض من صفاته إن كتب أمتع وإن أشعر أبدع وإن رسم فما أروع راشومر شملة ألقش مثواثا وبمحرح يولي طيم الكل أثراواثا عندما ترى الكلمة تنطق بحروفها فاعلم إن بنيامين قد قام بإنطاقها ألم حاسين ربي بنيامين تخلونح وكل خانح بتبيشي إمن من دها ولزون خرايا وتنبغزايا أختو كما ناشي إلى بشيمة إيزلته وخازتن واقو زويا حد أربي أن تخارد متخيرة طالح ودميري أنت نياثا ومل السيمة التخلونة رب بنيامين ألم حاسيل خرابي بويا انسولاي انت بني بيثح تا بناثح تا بنونح بس مجانا خون أرانا ترى مخبن إيوا زياخة أد بويا آيات بشلة مقيم ماغو قنطرون خزالا ما إيوا خويشاته وهر هادخ إيوا بخوتاما قرش يضرعنا لكتاوي قبل نخبن بوش بشعنا